سألت نفسك قبل كده ايه هو النجاح ومين اللي بيعرفه؟ هل شايف حواليك نماذج انت شايف انها ناجحة وانت لأ؟ في الحقيقة مؤخرا وقفت قدام السؤال ده شوية. كنت مش عارف أعرف النجاح من منظور واحد، وحسيت ان العالم اللي حوالينا فسر لنا النجاح بشكل واحنا شربناه زي ما هو. هل هو فلوس وممتلكات ورقم في البنك هو اللي بيحدد نوع النجاح؟ هل هو خدمة ومنصب في الشغل أو قدرة على التأثير في الناس اللي حواليا ده بيحدد النجاح؟ هل هو الشهرة والمتابعين والقاعدة اللي بكونها دي اللي بتكلم فيها للناس تاني هو ده النجاح؟ وفي الرحلة اللي أنا بدور فيها دي جه قدامي مثل الوزنات، مثل مشهور جدا. سيد عنده 3 عاملين، قرر يدي واحد فيهم 5 وزنات وواحد 3 وزنات وواحد وزنة واحدة، وقرر بعد فترة إن هو يشوف استثمارهم للوزنات دي. وأول سؤال جه في دماغي، ليه 5 و3 و1؟ بعدين حبيت أقرأ الموضوع ده بمنظور مختلف، لقيت إنه مترجم في الإنجليزي لمثل المواهب، وابتدى يغير شوية مفهومي عن فكرة ليه 5 و3 و1 في كلمة مفتاحية واحدة لقيتها بتقول كل على حسب قدرته. كأن الله بيشوف لينا قدرة معينة نقدر فيها نستقبل المواهب دي والوزنات دي اللي نشتغل بيها. بس إيه اللي جاب موضوع الوزنات للنجاح؟ وإزاي الوزنات ممكن تكون بتقيس النجاح؟ وهنا ما قدرتش إن أنا ما أبصش على قصة يوسف. أعتقد إن يوسف كان ماهر جدا في استخدام كل المواهب والوزنات اللي معاه في كل موقف اتحط فيه. أمانة ونزاهة حتى بعد ما اتباع وتعامل كعبد. نزاهة في إنه رفض كل الإغواءات اللي اتقدمت له واللي كانت ممكن تبقى طرق قصيرة لنوع من أنواع النجاح. واللي فوق كل ده قدرته على المصالحة والمغفرة. أعتقد إن إحنا لو كنا قرينا قصة يوسف في الكتاب وكانت بتقول إنه بعد ما وصل لكل اللي وصل له نسي إخواته، ما كناش هنلومه، ما كناش هنحس بأي نوع من أنواع الخطأ اللي هو ممكن يكون عمله. بس اللي يوسف بيعمله، اللي بيعدي بيه كل توقعات، إنه هو بيجيب إخواته ويغفر لهم ويصالحهم، ودي قوة وقدرة مختلفة. بس برضه ايه علاقة ده بالنجاح؟ اعتقد اللي توصلت له بعد ما كنت بدور جوايا عن ايه هو النجاح، هو ان النجاح هو إجادة استخدام المواهب والوزنات اللي ربنا اداها لي في حياتي في كل سياق انا موجود فيه، سواء في بيتي او في شغلي او في حياتي العملية او في خدمتي. لو حاسس ان انت زيي ممكن تكون اتحشرت في مفهوم نجاح العالم هو اللي حطه، وقف للحظة وعيد تعريف الموضوع بالنسبة لك، وصلي ان انت تعرف ايه المواهب والوزنات اللي ربنا شايف على حسب قدرتك موجودة ليك في حياتك.